يكون دخولكم في هذه الدورات عن رغبة وشوق وجذب بحضوره، وليس من باب أن هناك تكليف وظيفي. إدارة العتبة همها أن تبني شخصية المسؤول أولاً والمنتسب وفق ما تقتضيه الخدمة في العتبة الحسينية المقدسة وخدمة الإمام الحسين عليه السلام، وعلى رأسها التعلم والتفقه والاتصاف بالإخلاص والتقوى والورع والأخلاق الحسنة وغير ذلك من الصفات المطلوبة لخادم الإمام الحسين عليه السلام. وينبغي لكل واحد منكم، الإمام الحسين عليه السلام حي يسمع كلامنا ويسمع هذه الأدعية التي ندعو بها وزيارته الآن، كل واحد منكم يتصور أنه يعمل في بيت الإمام الحسين عليه السلام، وكل واحد منكم في بيته يخدم وفي داره يخدم. كيف ينبغي أن يتحلى بالصفات المطلوبة لكي يكون خادما حقيقيا ومجاورا للإمام الحسين عليه السلام. والإمام سلام الله عليه يرى أفعاله، يرى سلوكه، يرى ما يجري منه من تصرفات وخدمة وأداء لهذه الوظيفة. دأبت العتبة الحسينية المقدسة على زج مسؤوليها ومنتسبيها في هذه الدورات المباركة لأهمية هذه الدورات، حيث أنها تنمي من ثقافة الإنسان ومداركه في هذه الحياة، إضافة إلى أنه طبيعة عمل المنتسب بحيث أنه بتماس مباشر مع زائري المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فمن الضروري أن يتفقه ويتعلم منتسب العتبة الحسينية المقدسة لهذه الأمور التي من خلالها ينطلق إلى كيفية التعامل مع الزائرين ومع الوفود والشخصيات الوافدة إلى العتبة الحسينية المقدسة، إضافة إلى أنه التعامل في نفس العتبة الحسينية، كيفية التعامل مع الأوقاف، كيفية التعامل مع العتبة، إدارة العمل، تنظيم أوقات العمل وما إلى ذلك. انطلقت هذه الدورات الأخوة المسؤولين، وهي الدورة الأولى تقريبا لهم منذ يوم 12 من الشهر 11 لهذا العام، وهذه ما ترون يعني كما شاهدتم هذه الحلقات وهذه الجلسات، ونظمت هذه الحلقات على أوقات متعددة وأزمنة متعددة، فيها صباحية وفيها مسائي وفيها ليلي. الهدف من ذلك هي الرقي في ثقافة المنتسب وعلو قدره وشأنه حتى يكون يعني ذاتا محترمة مقدسة في هذا المكان العظيم المقدس، حتى لما يعمل على بصيرة ويكون مهتدي في عمله.